السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة نعملها في الفيديو نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وحط اللايك بتاعك يا قمرايا والاشتراك، ويلا بينا نصلي على النبي ونبدأ الفيديو. القمر ده معانا شوية مشتريات حلوين جدا جدا وأسعارهم حلوة وجواهم أفكار هتجيبي بيها حاجات رخيصة وفي نفس الوقت هتبقى جميلة جدا معاكي. ادخلي معايا الفيديو وشوفي كل الأسرار والحركات، ولو تقعدي كام دقيقة في الفيديو يبقى كتر ألف خيرك. ويلا نبدا الفيديو زي ما احنا متعودين، نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايه يا هنا كل الطلبات دي؟ الحمد لله بركه في الرزق يا حبايب. هنا هنبداها باهم حاجه الايام ديت اللي احنا لازم نركز عليها عشان الايام الجايه هتكون مجنونه. ما هي فعلا مجنونه، الطماطم دايما مجنونه. الايام دي الطماطم كانت الاول ب5 وكانت ما شاء الله ارخص من كده، دلوقتي بدات تبقى ب6 والكيلو ونص ب10، فما شاء الله تبارك الله. احنا جبنا الطماطم ديت، جبت الكيلو ب6 يعني ال2 كيلو ونص ب15 زي المره اللي فاتت لما كانت معانا. هتشوفوها هنفرزها ازاي ونعملها بطريقه سهله جدا جدا جدا. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، ادي الطماطم اهي زي التفاح ما شاء الله اللهم بارك. جبت 2 ونص و2 ونص ب30 جنيه بس، ما شاء الله هيعملوا لنا ان شاء الله كميه حلوه جدا. هناخد منهم حبه صغيره لطلبات الاسبوع بتاعه الاستخدامات العاديه، والباقي ان شاء الله هنفرزه بطريقه سهله جدا 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 وبحاجه جديده معايا اول مره استخدمها معاكم في القناه، بس بصراحه ريحتني كتير. ايه هي؟ ادخلي وخليكي معايا عشان تعرفي. جبت ايه تاني يا هنا؟ جبت الجزر يا حبايب. هنا ما شاء الله تبارك الله الجزر الايام ده حلو جدا يا بنات. اول حاجه يا اما تقطعيه دواير وتحطيه في اكياس علشان تخزنيه لو محتاجاه في صينيه بطاطس، في شوربه، في عدس، في اي حاجه، وكمان تقطعيه مكعبات عشان لو احتاجتيه في بسله مثلا، وكمان ممكن تبشريه وتعمليه مربى جزر. يعني استخدامات كتير جدا، وان شاء الله برضه هنستخدمه مع بعض نفس الاستخدامات، وهنكون ما شاء الله تبارك الله طرق معانا جميله جدا. يلا يا هنا كملي. هكمل يا هنا ومعايا مفاجاه حلوه جدا اول مره تشوفوها اهي اهي اهي. بس هنقولها بعد ما نقول ايه؟ اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم اني اسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. يا رب لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا ارحم الراحمين، وارحمنا برحمتك يا رب، وارزقنا بركتك يا رب. والبركه يا بنات هنجيبها منين؟ يلا اللي مذاكر ينزل يقول من صلاتنا الصباحيه والدعاء التحسيني والصلاه على وقتها. وهفضل كل فيديو اقول لكم الصلاه على وقتها بتديكي بركه في يومك وفي عمرك وفي ميزان حسناتك طبعا، وكمان بيكون عندنا حسن ظن ويقين في الله بان النهارده هيكون يوم جميل. النهارده وبكره وبعده وكل ايامي وايامكم جميله ببركه رضا ربنا علينا. يا رغايه هنا اخلصي، ايه المفاجاه اللي انت جايباها؟ مفاجاه امي وامك زمان وستي وستك زمان. اكيد كلنا اللي مش كلنا يعني، لان في كتير في القنوات دلوقتي بيتفرجوا علينا او بيتفرجوا علينا هم لسه بقوا بنوتاتنا في عمر بناتنا يعني واولادنا او اخواتنا الصغيرين، لكن اللي في عمري واكبر مني هو عارف الاكله دي كويس جدا. البطاطس الصغنططه، ايه رايكم؟ انا اول مره اجيبها معاكم في القناه لان انا بقالي سنين ما جبتهاش، بس اول ما شفتها حنيت لذكريات الماضي، حنيت لستي وستك وامي وامك. ربنا يبارك في عمر اللي موجودين، اللهم امين ويرحم الميتين منهم يا رب. البطاطس الصغنططه دي يا بنات بتبقى زي السكر وزي العسل. بتعمليها ازاي يا هنا؟ هعملها بطريقه حلوه جدا جدا جدا، هتخلي ولادك يقولوا لك ايه يا ماما البطاطس دي كانك جايباها من بره. مش عايزه اقول الاسم اللي بره بقى عشان ما نضربش الشركات. خليكي برده معايا عشان تشوفي الوصفه ان شاء الله في القناه معانا باذن الله. البطاطس دي يا بنات الكيلو منها ب4 جنيه، فانا نقيت شويه كده ووزنتهم طلعوا كيلو ونص ب6 جنيه، بركه وفضل من عند الله. انما البطاطس الكبيره العاديه دي الكيلو ونص ب10. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، خير خير خير، اللهم لك الحمد. الخيار يا بنات النص كيلو ب5 جنيه، نعمه وفضل من عند الله. لو نحطه على سلطه ونقطعه جنب الاكل فضل ونعمه من عند الله عز وجل. جبت ايه تاني يا هنا؟ مش كل الولاد عندي بيحبوا الكوسه ابدا ابدا، ما فيش الا انا وبابانا ويارا بس اللي بيحب الكوسه، فقلت هجيب نص كيلو بس بحيث ان انا هعمله مع بطاطس في صينيه واحده. اللي حابب البطاطس ياكل، اللي حابب الكوسه ياكل، وبركه بركه من عند ربنا. نص كيلو بس هيكون فيه بركه كتير 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 وانتوا عارفين طبعا.
جبت ايه تاني يا هنا؟ جبت كمان نص كيلو فلفل. انا كل مره مش بجيب الا نص بس زي ما انتم متعودين يا بنات، علشان ما شاء الله تبارك الله يبقى معايا طازه بطازه، ويبقى عندي ايه مش محمله على مصاريف البيت. يعني اجيب قليل، وزي ما انتم متعودين هاتي حاجه قليله هيكون فيها البركه. مش لازم تجيبي كميه كبيره، بس خلي عندك من كل نوع حاجه ولو نص كيلو علشان تنزل فيه البركه، ويبقى عندك بركه 2 و3 و4 كيلو. بس انت هاتي من كل حاجه حاجه، وان شاء الله هتلاقي بركه ربنا ماشيه معاكي في كل حاجه. ايه يا هنا؟ جبت ايه تاني يا هنا؟ رمضان بقى والمخللات يا حبايب هنا، والفلفل شكله اللفت قصدي شكله بيودع خلاص، فقلت اما اجيب مره كده قبل ما يخلص. ان شاء الله هنخزنه برده مع بعض باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. الواحده من دي بجنيه، تمام. فانا جبت كام؟ جبت ب5 جنيه كام واحده كده مع بعضهم في كيس. الحمد لله بركه من عند ربنا عز وجل. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ندعي بقى لينا ولجميع المسلمين يا بنات، الاحياء منهم والاموات. اللهم بارك في عمر امي وجميع امهات المسلمين، وارحم ابويا واغفر له هو وجميع اموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم امين. اللهم ارزق كل مشتاق الذريه الصالحه. ام محمد حبيبتي من السعديه وردينا، ربنا يرزقكم الذريه عاجلا غير اجل، ويجبر خاطركم جبرا يتعجب له اهل الارض والسماء. اللهم امين يا رب العالمين. في كمان يا بنات معانا اختنا، انا مش عارفه الحساب بتاعها باسم سايكو او سيكو، انا مش قادره اقرا بالانجليزي المنطقه يعني هو ازاي صح الاصح فيه، بس هي كده هتبقى عارفه حسابها. بقى عايزين ندعي لابنها ربنا يرزقه بالزوجه الصالحه ان شاء الله، وتكون باذن الله من الزوجات الصالحات اللي تعمر بيته وترزقه ويرزقه منها بالذريه الصالحه، ويقر عينك بزوجه ابنك، وتكون بنتك باذن الله يا حبيبتي. ربنا يا رب يقر عين ابنك بزوجه صالحه. اللهم امين يا رب العالمين. ندعي لينا ولاخواتنا بظهر الغيب يا بنات. اللهم فك كرب كل مكروب وسد دين كل مديون يا رب العباد. جبت ايه تاني يا هنا؟ جبت حاجات كتير الحمد لله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. انا مستشعره بركه ربنا جدا علينا يا ولاد. استشعريها كده في الايام المفترجه، استشعريها عشان ربنا يديها لك. هتزودني في ربنا البركه هيديك البركه، هتزودني في ربنا الخير هيديك الخير. جبت ايه تاني يا هنا؟ جبت اقول ايه الكينج بتاع الايام دي، او قالوا بيقولوا عليه ايه، الله المستعان، الاساس يعني. ده رز يا بنات، بس رز سايب بيتباع بالكيلو كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله. الكيلو منه 18 جنيه ونص، بس بصراحه الرزايه بتاعته حلوه مش مكسره ولا اي حاجه. فانا جبت 5 كيلو على بعضهم كده، بس كل طبعا وزنه كيلو لوحدها عشان اعرفهم من بعض، وان شاء الله يفضلوا عندي فتره يعني باذن الله. اهم دول 5 كيلو. اللهم ارزقنا البركه يا ارحم الراحمين. ايه يا هنا؟ هنمسك بقى الطماطم دي كلها. استنوني بقى في فيديو تفريزات قوي جدا جدا جدا. هنفرز مع بعض حاجات كتير، هنفرز اللي موجود. مش لازم حاجات كتير قوي يا بنات، انا اقصد حاجات كتير يعني في الكميه عادي. انا ممكن اعمل كميه قليله على قد امكانيات بيتي. انا ممكن اعمل كيس طماطم واحد، ممكن اعمل كيس طماطم واحد، ممكن امسك جزرتين 2 والله يا بنات 2 بس، واقشرهم واحطهم في كيس في الفريزر. هيكون بقى عندي في الفريزر جزر. ما دام عندي جزر هيبقى معايا البركه. المهم ان انا احط في الفريزر بتاعي الحاجه اللي انا محتاجاها، ويسيب بقى الباقي على ربنا والبركه على ربنا عز وجل. انا ممكن اعمل ايه تاني؟ اخد بس ولو كيلو واحد طماطم، كيلو واحد، واحطه في اكياس واحطه في الفريزر. صدقيني ربنا هيديك البركه فيه. ان شاء الله تاخدي قطعه كده من الصلصه وتزودي عليها طماطم عاديه عشان هتبقى غاليه، فبرضه هتاخدي البركه. الحمد لله. خلي عندك حسن نيه، وخلي عندك يقين في الله. ان شاء الله ان شاء الله ربنا ان شاء الله هيعدلنا الازمه دي على خير. وزي ما متعودين في كل القنوات او القناه بتاعتي انا بس يا جماعه ان احنا طول ما اذكارك ملازماكي طول ما بركه ربنا معاكي. بالله عليكم بالله عليكم ما تركزوا لي قوي الايام دي، لان والله العظيم انا ماشيه ودماغي نايمه والله يا بنات دماغي نايمه. الحمد لله العلاج مخلي دماغي يعني تقريبا شبه نايمه، بس انا بحاول اجمع كده واظبط كده وافرفش في وسطيكم واصحصح في وسطيكم. وطبعا عمرنا ما هننسى حتى لو كانت دماغي نايمه، فلساني ان شاء الله هيكون ذاكر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. النخلات يا امارات. والله بحاول حتى وانا دماغي نايمه ابطأ صوتي شويه وابطل اجري في الكلام. يا اختي مش عارفه لساني ماله، ربنا يهديني كده واتكلم بالراحه. اتكلمي بالراحه يا هنا، الناس كلها عمالين يقولوا لك بتتكلمي بسرعه وانت مفيش فايده فيكي. اعمل ايه بقى؟ يلا الله المستعان. برضو زي ما احنا متعودين، لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا عارفه ان الورقه ديت بدات البخار بتاع البوتاجاز يطلع عليها. ان شاء الله هحاول قريب اروح عند الخطاط واخليه يكتب لي 2 أو كام واحده جداد كده، وان شاء الله نحطهم مع بعض كده ونملى دنيتنا ونحوط نفسنا بالاذكار. كان نفسي تسمعوا معايا اذاعه القران الكريم، بس بتيجي عليها حقوق طبع ونشر. الحمد لله على كل حال، بس خليها ملازماك الايام دي. الايام دي يا بنات همه 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 همه، ايوه كده بالظبط همه. ارفعي
ارفعي رجليكي من على الارض وطيري كده في السماء بالهمه كده وبالحسنات وبالطاعات وبالاجر. الاعمال مضاعفه مضاعفه يا بنات، ازاي نضيع ثانيه واحده من غير ما نستغلها. كفايه رغي بقى يا هنا وكده تمام قوي. هسيبكم بقى علشان اكمل، علشان ناويه اخلص الحاجات دي النهارده باذن الله يوم الاجازه. ربنا يعيني ويقويني ويعينكم ويقويكم، اللهم امين. بحبكم بحبكم بحبكم، استودعكم الله.